السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. شوفوا كده يا حبايبي، عشان تعرفوا الحاجة اللي فيها لله ما بتغرقش. يعني ايه السفينة اللي فيها لله ما بتغرقش؟ شوفوا الطرمبة دي عشان مدقوقة طبعا على يعني ايه، احنا عاملينها على روح الاموات وكده. شوفوا الشجر وقع من العاصفة الجامدة. بصوا اهو، بصوا الشجر وقع اتقلع ازاي من الجدر اهو. بصوا سبحان الله اهو. وبصوا اهو، شوفوا الشجر. بصوا كده يا حبايبي الترمبة عاملة ايه. الترمبة في وسط الشجرتين اهو، ما حصلهاش اي حاجة. بصوا المية اهي، يعني في زرع، في طائر، في اي حاجة. حد عطشان هيحوط برضك يشرب عادي. طبعا الشجرتين دول لازم نحوشهم بسرعة الصاروخ، لان ايه، عشان الناس تخش، اللي يتوضى اللي يشرب كده، والجو طبعا حر جامد. فهو ربنا حرسها عشان كده، عشان طبعا جعل الماء كل شيء حي فيه منه يعني اهو. بصوا سبحان الله، الشجرة اهي، شجرة اهي واقعة اهي. بصوا كبيرة ازاي اهي. والشجرة التانية اهي، اهي شجرة على الشمال وشجرة على اليمين اهو. اهو طبعا تاني بقول لكم، عشان ما هي لله. الشجرتين وقعوا ما بينها، يعني ما هي لو كانت في الشجرة طبعا وقعت فوق منها. بصوا المية جميلة جدا اهي. بصوا اهي المية جميلة جدا اهي. طبعا احنا جايين عشان نسقي المشاتل. اتفاجئنا طبعا ان الهوا، العاصفة اللي كانت طلعت اتربة وحاجات والهوا شديد. بصوا يا حبايبي عملت ايه اهو. بس والله رغم ان الشجر وقع وخسارة لنا والكلام ده كله، لاني بنقعد في الضلة تحت منه، ان احنا زعلانين ما زعلناش عشان الترمبة سليمة. لكن لو الترمبة اتكسرت، انا كده كده ولادي بيدقوا ترمبات مياه جوفية، بس بقى لحد ما يفضوا ويجوا كده. والناس طبعا الجو حر جدا، اللي عايز يتوضى واللي عايز يغسل وشه والكلام ده كله، واللي يشرب اهم حاجة، لان ميتها جميلة جدا يا جماعة. جنب المية اللي بتمشي في الجسر كده. شوفوا الشجرة اهي، اهي بصوا. دي طبعا شجرة برتقان هي واقعة عليها اهي. الشجرة الخضراء اللي تحت منها برضو هنحاول نسلكها كده، وقعت على شجرة الجوافة. الشجرتين بصوا، حتى الكراسي الهوا وقعها اهو. بصوا اهو، شوفوا المنظر جميل جدا ازاي. بس احنا يا حبايبي طبعا زعلنا طبعا اهو. بصوا وقعت على الزرع ازاي اهو. دي طبعا اللي خضرة ورايا دي شجرة الجوافة، وطبعا لازم نحوشها عشان الحاجة تبقى تحتها حلو اهي. بصوا الشجر والحاجة اهي. طبعا هوريكم برضك شجرة الزيتون. طبعا خسارة ما بعدها خسارة والله. يعني الحاجة برضو كانت بتنفع وكده اهي. احنا كده رايحين متجهين على شجرة الزيتون على طول اهو. هوريكم الطرح منه العوض وعليه العوض في طبعا شجرة الزيتون اللي وقعت. بصوا بصوا يا جماعة، بصوا دبل على طول ازاي اول ما وقع اهو. شوفوا هو كده خلاص، كده هتتكسر وهتتحاش، عشان طبعا مضايقه الزرع تحتها اهي. بصوا فيها زرع قد ايه. بصوا اهو. بصوا
كل ده زيتون اهو. بصوا طبعا صغير عشان لسه في اول السنة اهو. الحمد لله اني جت على قد كده. ده في ناس غلابة بيوتهم مبنية بالطين، الهوا ده وقعه والله. ناس جيراننا ربنا يعوض عليهم طبعا. بصوا يا حبايبي الزرع عامل ازاي، بصوا نشفت ازاي اهي. الزيتون دبل على طول. ده طبعا كان هيكبر لان ده زيتون بلدي عزايزي، يعني ده من نوع العزايزي اهو. طبعا منه العوض وعليه العوض، ما نقدرش نقول الا كده اهو. الشجرة دي لما كنا نقول ما جمعتش كتير كانت تجمع بال100 كيلو زيتون. شوفوا بقى ال100 كيلو في سعره كام في الكلام ده كله. وكمان الفرحة بلاش بكام ولا منين ولا ليه ولا كده تخلينا كده كده هنشتري وهنخلل برضك، وربنا يعني عنده رزق كتير مش هيقطع عننا الرزق. بس بتبقي النفر بيبقى فرحان وهو رايح الغيط يجيب الحاجة من قلب أرضه. دي بتبقى حاجة طعمها جميل جدا جدا جدا. وبتبقي الأطفال معانا بينقوا بيشدوا العراف وبيجمعوا. الجميع ده أحسن حاجة. يعني احنا بنتعب طول السنة ونملح ونرش ونسقي وكده وبنتعب حقيقي عشان اللحظة ان احنا نجمع فيها دي تبقى المتعة ما بعدها متعة اهو. يعني احنا جايين نسقي المشاتل بظروفها، لقينا الشجر كده واقع زي ما اوريكم كده. بصوا اهو. شوفوا زيتون الدقيق يا حبايبي اهو. ده كمان انا بصور في الشمس يعني مش واضح قوي، لكن هي والله مليانة. بصوا النفر يقول منه العوض وعليه العوض اهو. بصوا الزيتون اهو اهو. طبعا الزيتون اهو بصوا اهو منه العوض وعليه العوض اهو. ربنا يعوض علينا يا رب، وربنا يرحم ابويا رشاد وام عزيزه يا رب. ربنا يرحمهم برحمته الواسعه. طبعا وقع على النعناع وعلى الزرع تحت منها. طبعا الراجل اللي بيعمل الاخشاب بيشتري الشجر وكده عشان طبعا يتعمل فحم، هيجي ياخده يقطعه وياخده عشان احنا ايه يعني الحاجة يعني وكده تحت منها اهو. طبعا في حاجات كتير جنب منها. ورحمة الله وبركاته اهو. بصوا الهوا يا حبايبي. بصوا الشجرة قلعت من الجذور بتاعتها اهي. دي طبعا شجرة الزيتون اللي انا وريتها لكم، بس انا وريتها لكم من وشها. ده كده الجذر بتاعها بيبقى في قاع الارض وكده اهو. حبيت انقل لكم الصورة عندنا وكده اهي. بصوا يا حبايبي وقع طبعا على الزرع اهو. بصوا على نعناع وعلى حاجات اهو، وتحتها برضو شجرة برتقان وشجرة سفندي، بس كانوا لسه صغيرين يعني هنزرع غيرهم برضو ان شاء الله. وعلى صف ذرة برضو اهو زي ده كده، زي الذرة ده كده واهو. بصوا المنظر اهو. طبعا ده تين برشوم الحمد لله ان ما وقعتش الاخرى. شوفوا مليانه ازاي اهي.
ودي باميه اهي، والنعناع اهوت، وكل حاجه جميله جدا. شوفوا الميه جايه ازاي من تحت من تحت الشجره اهي. طبعا احنا كده هنسقي المشاتل اهو. كده مكنه الميه شغاله اهي، ميه ماشيه في الجسر وماشيه داخله للمشتل الرز كده يا حبايبي. طبعا يا حبايبي لله الامر من قبل ومن بعد. طبعا احنا نقلنا لكم الفيديو خطوه بخطوه كده. اول ما جينا ولقينا الشجر واقع قلت لا لازم اوريه لهم. وقع على شجر الجوافه اهو. طبعا يا جماعه اشتركوا لي في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.